منور يا سكليان يا مبابي، بقول لك ايه، كل بتنجان وانسى اللي حصل من باريس سان جيرمان. ده ايه اللي حصل ده؟ ده انتوا كنتوا جايين الماتش ده نايمين ولا شاربين ولا كانت ايه حكايتكم بالظبط؟ انا عن نفسي مش عارف ايه اللي حصل ده كابوس يا عم الحاج. ده العيال بتوع باريس عملوا معانا السليمه. دول مش لعيبه كوره، دول كائنات فضائيه. طب ما انت كنت معاهم وفي وسطهم لحد ما قعدت تتنطط وتعيط زي العيال وتقول عايز اروح الريال عايز اروح الريال. اديك يا اخويا جيت الريال. وبعدين ده انت وشك كان فجر على بتوع باريس، ده انت اول ما سبتهم والبطولات ماشيه معاهم زي الاسهال. يا ريت على كده وبس. ده انا اول ما جيت الريال جبت لهم الفقر معايا، وطلعوا من كل البطولات الاوروبيه، وبرشلونه كل شويه اتعلم علينا. ده انا العيال بتوع الريال مسميني دلوقتي امبابي بوما. بس عارف يا سبومه، قصدي يا سمبابي، اللي حصل مع الريال ده غلط على الزلط. بقى بتوع باريس يظرفوكم جونين في اول 8 دقائق، والمصيبه انك ما عملتش اي حاجه. ده انت حتى ما رفعتش الشماعه تدافع بها عن الريال. يعني انا كنت هعمل ايه يعني؟ ده الدفاع بتاع باريس كان عامل زي خط بارليف. دول ما كانوش بيخلوني المس الكوره بره منطقه ال 18 يجي ب 5 متر. ده غير الواد الجون بتاعهم دون روما ده كان قلب على عصام الحضري. كل دي مبررات ملهاش اي ستين لازمه. انتوا لو كنتوا سبتوا كارلو انشيلوتي يكمل مع الريال كنت اتهزمتوا على الاقل 1-0 2-0 بالكتير. لكن رحتوا جبتوا شابي الونسو وقلتوا ده مدرب جامد ومش جامد. اديكم يا سيدي بلعتوا بالاربعه. يا عم مش مشكله مدرب، المشكله في اللعيبه. يعني عندك مثلا رودريجر، احسن مدافع في اوروبا، عمل غلطه امبارح اللي جه منها الجون دي ما يعملهاش محمد هاني ناشئ الاهلي ولا الونش بتاع الزمالك. بص يا معلم كليان، من الاخر هو الحاج ناصر الخليفي فلوسه حلال، بس يعني اليومين دول بس. لكن قبل كده كنت انت وميسي ونيمار كان اقوى خط هجوم في العالم، وكان اخركم بتجيبوا الدوري الفرنسي. لكن تعالى دلوقتي شوف عثمان ديمبلي بيعمل ايه لوحده في الهجوم مع باريس. عثمان ديمبلي؟ اه يا زمن. ده احنا في كار المهاجمين بتاعنا كنا مسميينه عثمان كاريتا علشان ما كانش بيقدر يجري ورا الكوره. تعال شوف دلوقتي، عم عثمان ديمبلي بينافس على الكره الذهبيه. ما هو عالم السحرة المستديرة كده يا سمبابي، دواري يوم تحت ويوم فوق. المهم دلوقتي انت هتكمل مع الريال في النحس اللي انت فيه ده، ولا هتسيبهم، ولا هتعمل ايه بالظبط؟ انا هرن على الحاج ناصر الخليفي واستسمحه ان ارجع باريس تاني، وهسدد له كل الفلوس اللي عليا ليه. هرجع يا حاج ناصر وهسدد لك فلوسك. هسدد كل فلوسك يا حاج ناصر.